بسم الله. هنبص بص سريعة كده على اللابس اللي فاضلة في بورسفاجر عن الهوست هيدر انجكشن. تمام، ونشوف ممكن نربطها ازاي مع باجز تانية او ممكن تبقى مفيدة ازاي في باجز تانية. تمام. اول لاب معانا هنا مثلا فكرته ليها علاقة بالهوست هيدر انجكشن والكاش بويزنينج. ممكن نكون قلناها اصلا في حتة الكاش بويزنينج، بس ممكن نبص عليها تاني ونفهم الدنيا بتاعتها ماشية ازاي. تمام، محتاجين الاول نبص على الريكوست بتاعنا. زي ما قلنا ان انت عندك هنا لو لقيت الاكس كاش ده، فده معناه ان الويب سايت ده بيستخدم الكاش بويزنينج او اسف الكاش عامه. فاحنا بنحاول منها نوصل لاتاك اللي هو الكاش بويزنينج. ماشي. فلو جينا احنا بعتنا مثلا الويب سايت ده اكتر من مره وقال لك مثلا ان هو عمل هات، طبعا انا فاكر ان احنا تقريبا حلينا حاجه زي دي في الكاش بويزنينج، بس هو موجوده معانا هنا تاني فاحنا محتاجين نبص عليها تاني يعني. قال لك هات. ماشي، فده معناه ان هو بيحط الدومين هنا. لو جينا جربنا مثلا حطينا دومين خاص بينا، تعالى مثلا نجرب. اقول له ايه مثلا؟ خليه مثلا تيست. تعالى نجرب كده تيست. لو جينا طبعا هو قالك ان هنا ايشو جيت واي في ايشو، ما ينفعش انك تغيره كده. طب ماشي، تعالى نجرب ندبل الهوست هيدر ده نحطه اتنين. يبقى عندنا اتنين، واحد في الدومين بتاعه وواحد في الدومين بتاعي انا. ماشي، فليكس دوت كوم. تعالى نجرب كده. نفس الايشو. ده ايشو في بتاع نفسه. ما ينفعش اضيف حاجه بره الموقع. فاهمين الفكره؟ فانا محتاج اجيب الاكسبلويت بتاعي. يا عم خلاص، انت زعلت ولا ايه؟ عشان عمل كاش يعني. هو في ايه؟ هو شكله وقف اللاب، شكله وقف. تعال نجرب كده. ايرور تايم اوت السيرفر فيه مشكله يا جدعان. فيه مشكله. المشكله دي ده حوار. آه اللاب فيه مشكله تقريبا، مش عايز يشتغل. مش مهم، نبقى يباسه دلوقتي نعديه. تعالى نشوف لاب تاني غيره لغاية ما يشتغل تاني، لان هو في مشكلة مش فاهمها الصراحة. نبص على حتة انك زي ممكن ايه الفكرة اللي ممكن تعدي عليك. ليها علاقة بالاوثنتيكيشن باي باس، وموجودة في الهيدرز او ليها علاقة بالهوست هيدر يعني. ماشي، تعالى نجرب. اولا انت مثلا هتلاقي اند بوينت زي دي روبوتس مثلا. ده فايل مش اند بوينت، ده فايل. طبعا بيعدي كتير علينا. هتلاقي مثلا ان في حاجه اسمها ادمن، ممكن ما تلاقيهاش كده، ممكن تلاقيها بالبروت فورسنج بتاعك، بس احنا هنسيميوليت ان انت لقيتها عن طريق الروبوتس او عن طريق البروت فورس بتاعك بداير سيرش او كده. لو جيت تاكسس الاند بوينت دي، هيقول لك ان الاند بوينت مش مسموح بيها غير لمين؟ لللوكال يوزرز. ده معناه لازم تكون انترنال موجود جوه الشركه عشان تاكسس الاند بوينت دي. فانا هبعتها للريبيتر وهجرب نفس الفكره، بس هغير الهوست بتاعي. هخليه لوكال هوست. طب ايه اللوكال هوست ده؟ ما انتوا فاكرين اللوكال هوست ده بيشاور على الاي بي بتاع الماشين، حاجه لوكال محدش يقدر الاي بي اللوكال بتاع الماشين. تمام، بتاع الجهاز مثلا بتاعك وهكذا. فانا هجرب اقول له بما انك عايز لوكال، فانا هقول لك ان الهوست اللي انا جاي منه هو اللوكال. شوف هيعمل ايه. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان فعلا هو قدر خلاني اكسس الادمن بانل. لو جيت مثلا خدتها وقلت له شو ان براوزر كده، هيفتح لي المفروض الصفحه في البراوزر. فعلا قدرت اكسس الادمن بانل. طبعا قدرت اكسسها ازاي؟ لان انا عملت له او فهمته ان انا جاي من اللوكال هوست، ان انا غيرت الهوست، عملت انجكشن في الهوست هيدر، وحطيت كلمه لوكال هوست اللي هي بتشاور على الاي بي الانترنال بتاع السيرفر ده. طبعا هو فهمها ان هو ايه، جاي من جاي من اللوكال عنده. تمام. الحل بتاعها انك عشان تحل حاجه زي دي هتحل يعني اللاب، محتاج بس انك تديليت الايه اليوزر اللي اسمه كارلوس ده. ماشي. دي فكره اللاب عامه. انك يعني ممكن تضيف اللوكال هوست ويتعامل معاه على انك جاي من انترنال، من الانترنال ماشين. تمام، او من حاجه جايه من جوه الشبكه نفسها. بسم الله. تمام، نبص على اللاب اللي بعده. اللاب اللي بعده فيه شويه اس اس ار اف في نحتاج شويه انترودر وكده. تعال نجرب. طبعا هو مديني هنا رينج اي بي، يعني هو مديني الرينج بتاع الاي بي، الاي بي اللي ممكن استخدمها او هحتاجها يعني عامه. ف بسم الله. طبعا هو بيقول لك اول حاجه انت بتست حاجه زي دي ازاي. مثلا احنا عندنا ده الاند بوينت، ده الدومين بتاعنا صح، او هو ده الدومين. ناخدها معانا. طبعا انا هتستها بالكولابوريتور بتاع البرب، لان انا معايا كولابوريتور. هو هنا طبعا في معظم الحاجات اللي بيحل فيها في بورت سواجر اصلا بيستخدم الكولابوريتور بتاعهم. بس انت مش شرط تستخدمه، ممكن تستخدم سيرفر بتاعك انت او كده، بحيث انك تشوف هل هيجي لك ريكوست ولا لا. ماشي، بس احنا تسهيلا وعشان الوقت ما يطولش مننا،
هنستخدم الكولابوريتور. بيقول لك انك ممكن تتست الهوست ده تيسته للاس اس ار اف، يعني تشوف هل في اس اس ار اف ولا لا. فلو انا مثلا رحت كاتب حاطط الكولابوريتور بتاعي وبعت الريكوست، المفروض راح رادد عليا فعلا بالكونتنت بتاعته، رد بالكونتنت المفروض تكون راحت، جا ردت عليه من هنا فعلا، بعت دي ان اس ريكوست، بعت اتش تي بي ريكوست، ودي ان اس ريكوست تاني، ورد طبعا زي ما قلت لك بالكونتنت اللي المفروض تيجي منه. فده معناه ان في هنا اس اس ار اف. تعالى مثلا نجرب حاجه تانية، نجرب جوجل او كده. طبعا اداني ايشو مش مهم. تمام. كده انا فهمت منه ان انا اقدر اكسس او اعمل ريكوستات لاوت، يعني حاجه كده اوتسايد يعني. زي ما تقول كده ايه، زي نفس فكره اتاك الاس اس ار اف. او ممكن اكلم بقى حاجه انترنال زي ما قلنا. نجرب نكلم حاجه انترنال. هو مديني هنا رينج معين، الرينج ده احنا هنبعته للانترودر، نبعت على الانترودر عشان طبعا ما نعرفش الاي بي ايه او الاي بي كامل ايه. فاحنا هنبعته الانترودر ونبروت فورس. طبعا البروت فورس بيمشي ازاي؟ هنبروت فورس على اخر كاركتر دي، والرينج بتاعنا النمبرز من اول صفر لحد المفروض 255، ونخليه ستيب 1 يعني يمشي واحد واحد، مش لوكشة كده ماشي. واخليه ستارت اكنور، اخليه يخلص الريكوستات بتاعته. لما يخلص هنشوف. يلا يا عم الكمبيوتر. تمام، هو هنا خلص. فانا طبعا بتعمل لها ارينج كده عن طريق الستيتس، فلقيت ان في رقم نفع معايا اللي هو 203، ورجع لي فعلا حولني على الادمن. فده معناه ان البورت او اسف الاي بي اللي اخره 203 ده في الادمن بانل بتاعتهم ماشي. لو جيت حولت كتبت هنا ادمن، فعلا فتح لي الادمن بانل وقدرت اكسسها فعلا. لو جينا فتحناها في البراوزر، طبعا انا بستخدم حاجه اسمها شو ريسبونس ان براوزر، بيجيب لك الريسبونس ده ويعرضه لك في البراوزر عشان لو حبيت تشوفه يعني. فعلا دخلني على المفروض الادمن بانل. تعال نشوف كده. لا هنا في ايشو، المفروض هنا آه عايز ندخل يوزر. هو ده هي دي فعلا ادمن بانل شكلها كده، انك بتدخل اليوزر اللي انت عايز تعمل له ديليت على طول. فاهم الفكره؟ انت بس عايز تعمل ديليت لكارلوس ومش عارف ولا ايه، بتكتب اسم اليوزر. طبعا زي ما قلت لك لازم تاخد بالك انك لما يجي الريكوست يتبعت تضيف الادمن بانل البورت او اسف الاي بي في الهوست هيدر وهو بيتباع. تمام. دي فكرتها عامه، انك ممكن تجيب منها اس اس ار اف وتاكسس الادمن بانلز او الحاجات الانترنال، مش شرط ادمن بانل. تمام. دي فكره. في فكره كمان بقى الصراحه، هي كانت يعني غريبه شويه حاسسها بالنسبه لي، محتاجين نبص عليها يعني بسرعه. شكل اللاب بتاع الكاش بويزنينج ده فيه مشاكل، مش عارف. تمام، تعالى نجرب هنديليت كل الريكوستات اللي احنا عملناها قبل كده عشان يبقى الموضوع على نظافة من الاخر، ونجرب نفتح تاني. تمام. ماشي. تمام. احنا طبعا اللي عايزين نتستو هنا زي ما قلنا برضه هنتست الاس اس ار اف. فهناخد اول ريكوست او اي ريكوست عامة، لان كده هنتست على الهوست نفسه. احنا قفلنا الكولابوريتور. تمام. ناخده كوبي ونضيفه برضو في الهوست ونشوف هيحصل ايه. لا في حاجة غلط انا كاتبها. كده ونشوف. تمام، قالك forbidden، فده معناه ان في زي security كده محطوطة. بس في فكرة طبعا، مش هكدب عليكم انا ما عدتش عليها الصراحة كتير حاجة زي دي، بس دي فكرة موجودة. الله اعلم يعني هي منتشرة ولا نادرة ولا ايه بالظبط. بس عامة ان انت فكرته هنا في اللاب انك ممكن تكتب جنب الجت، الجت دي اللي هي الجت الميثود، يعني تكتب جنبها اللينك او الحاجه اللي انت هتبعت عليها الريكوست، الدومين. طبعا انا بكتب هنا الدومين بتاع الموقع نفسه تمام عشان يبقى حاجه تراستد بالنسبه له. وهكتب في الهوست هنا الحاجه اللي انا عايز اعمل لها ريكوست اللي هو الكولابوريتور بتاعي. فلو جينا بعتنا الريكوست بيقول لي forbidden، تقريبا نتاكد ان مفيش هنا اي ايشو. احنا لازم نضيف دي. برضو client error forbidden. انا مش عارف هل هنا قصده تعالى نتاكد هل جالنا ريكوستات ولا لا. فين ال collaborator بول؟ تمام، فيها ايشو برضو محتاجين نتأكد منها. طب احنا هل HTTPS و HTTP تفرق؟ برضو المفروض ما تفرقش. هل انا كاتبه غلط؟ طب تعال نبص طب بصة تاني. بسم الله.
تعال ندوس نشوف اللي هو حللها بأنهي طريقة. بص بصة سريعة كده، هو حللها بأنهي طريقة. بسم الله. هو المفروض حالتها اتش بي اس زي ما انا عاملها بالظبط، يعني اشمعنى. تمام. نفهم ان شاء الله، هتبقى حاجة تافهة انا حاسس. مش كان انا حاسس ان انا في حاجة غلط كاتبها وحاجة انا مش واخد بالي منها كمان، فالموضوع هيبقى رخم، هيبقى رخم قوي. شكلي في ايشو عندنا، في حاجة غلط انا عاملها ومش فاهمها الصراحة. ده اللي انا حاسه يعني. مم، طب دي ده، هو المفروض هنا دي تبقى ايه؟ تقريبا دي تبقى حاجة تبقى كده. طبعا اللينك مفتوحينه، طب دوت نت المفروض يعني يعني انا صح؟ امال في ايه؟ اهي. تمام. ناخدها تاني ونكتبها ونشوف، ربنا يستر. واحد شكله عامل حاجة انا مش فاهمها الصراحة. كده وده الكولابوريتور. تمام، برضو اداني forbidden، مع ان انا كاتب كل حاجة صح. طب الكولابوريتور بتاعي المفروض يبقى دوت نت يعني، ولا دوت كوم، ولا ايه؟ لا شكلها كده فيها مشكلة انا مش عارفها الصراحة. المفروض انها كانت شغالة كده يعني، المفروض يعني ميكونش فيها اي issues. بسم الله. مم. لا في حاجة مش مظبوطة. تعالى نجرب نبعت نفس الدومين في الهوست كده ونشوف هيحصل ايه. هل هيديني برضو ايرور ولا هيرجع لي؟ المفروض رجع داتا، فده معناه ان هو مستني حاجة من. طب تعالى بلاش نستخدم الكولابوريتور، ممكن نجرب حاجة تانية. نجرب مثلا الحاجة الاكسبلويت اللي هو مش حاطين، مفيش اكسبلويت برضه. طب انا صراحة مش عارف ايه الايشو اللي هنا، فلو حد جربها مثلا واشتغلت معاه عادي يعرفني، لان هي المفروض ان فكرتها كده يعني. انا حتى بصيت على السولوشن بتاعهم، المفروض نفس الفكرة. طب تعالى نلود من تاني يا عم، ممكن انا في حاجة غلط اعملها يمكن. تعالى نعمل انترسبت ونجيب الريكوست من اول وجديد ونحاول نشوف. نبعته على الريبيتر. ماشي مع رد عادي جدا. هنعمل نفس الفكرة، هناخد ده كده كات ونضيفه هنا اتش بي اس ونضيفه كده، ونجيب هنا الكولابوريتور بتاعنا، نعمل له بول، نعمل له كوبي ونضيفه في المكان ده. نبعت ايه ده اشتغل. آه ايه بقى كانت الايشو؟ استغفر الله العظيم يا رب. تقريبا كانت الايشو هنا، لا مش دي، مش دي اهو. المفروض نفس البتاع، بس هو كان مش يشتغل عامة يعني، مش مهم، المهم ان هو اشتغل الحمد لله يعني. تقريبا كان في حاجة انا مش واخد بالي منها. فكده المفروض انت معاك اس ار اف، فلو جيت عملت برضه نفس الفكرة هتلاقيه بيرسبونس بنفس نفس الكونتنت اللي هو المفروض جابها هنا، نفس الكونتنت اللي هو عرضها هنا. فده معناه ان هو بعت فعلا ريكوست للكولابوريتور، والكولابوريتور رد عليه. نفس الكونسبت هنعمله مع دي برضه، هنبعتها على انترودر، وهنخش على البيلودز ونعملها نمبرز من 0 ل255 ونخليها 1. البوزيشن مش محتاجين نحط بوزيشن. ونأتاك لا محتاجين، اسف، احنا محتاجين نحط هنا اللي هو 192، اللي هو الرينج اللي هو مديهم لي اصلا في الديسكريبشن. 192.168.0.0. نعمل في الحتة دي كده. ماشي نستارت الاتاك، نقول له اجنور. اول ما يخلص المفروض، من غير ما يخلص يعني، ممكن نعلقها على الستاتس على طول. ولما يظهر المفروض هيصل اهي دي. تمام. لا مش نفس الاي بي. تمام، هيبقى 202 هي المكان اللي فيه الادمن. فلو رحنا هنا ناخدها الاول كده من هنا كوبي، وبعد كده نروح على الريبيتر نقول له هات لي اللي هي 202. بسم الله. 200. هو ايه اللي انا بعمله ده؟ مش فاهم. بوست 192.168.0.202. المفروض الاس ار اف تاكسس، فعلا قدر ياكسسها، ودي الادمن. آه مش عارف هنقدر ناكسسها كده، هل هنكتبها دايركت ولا
هتبقى ازاي؟ هنكتبها طبعا المفروض ورا هنا، ورا البتاع دي على طول، يعني ورا الدومين نفسه. تمام. تمام فعلا يقدر يخلينا ناكسسها اهي. وتعالى نعمل لها شو البراوزر زي ما قلنا، بحيث ان احنا نشوف الشكل بتاعها عامل ازاي. هو زعل مننا ولا ايه؟ يا عم الحاج، تقريبا فيها مشكلة بسبب ان في هنا في هنا دومين وفي هنا دومين، مش عارف هو بيهندلها ازاي الصراحة. بس عامة يعني فكرتها هي نفس اللي فاتت. ده فيها ايشو هنا كمان. مش عارف يهندل كمان الصفحة بسبب ان التارجت بسبب تقريبا التارجت والهوست ده. فعامة الفكرة بتاعتها نفس اللي فاتت. هو هنا بيخليك تديليت اليوزرز، بيديك مكان تكتب فيه اسم اليوزر اللي انت عايز تعمل له ديليت. تمام، نفس الفكرة بالظبط. اللاب اللي فاضل بقى بتاع الكاش بويزنينج اللي قلنا عليه ده، مش عارف صراحة هو زعلان مننا ولا ايه، مش عايز يشتغل. بس عامة هي نفس فكرته زي فكرة الكاش بويزنينج اللي اتكلمنا عنها قبل كده بالظبط. فاهمين الفكرة؟ انت بس تقريبا كنا هنعكس بدل ما هنكتب. طب تعالى نشوف هيفتح ايه ده. الحمد لله فتح. تعال نجربه بالمرة. تمام، هو فكرته هنا ده اللينك بتاعه. تمام، هو ده اخر 21 ماشي. طبعا هو هنا عامل هيت، فهو واخد الدومين اللي احنا باعتينه في الهوست ده حطه هنا تحت اهو. ماشي. فانا هعمل كمان، هعمل دبل للهوست. هعمل 2 هوست. تمام، تاني هوست ده هكتب جواه الانترودر بتاعي. الانترودر، ولا بلاش الانترودر، تعال نجرب الاكسبلويت بتاعنا. جو تو اكسبلويت سيرفر. تعال ناخد نكوبي الاكسبلويت بتاعنا. تعمل لود بقى، انت بتأخر ليه كده؟ هل احنا شغالين انترسبت؟ لا. تمام، عامة تعالى نجرب مثلا نحط فليكس مثلا دوت كوم، نشوف هيقبل ولا لا. تمام، ادانا برضو نفس الايشو الغريبة دي. تعالى نجرب كده برضو. في برضو ايشو في الابليكيشن. فالصراحة مش فاهم التارجت ده ماله او البتاع ده فيه ايه. هل في ايشو لما بديله دبل هوست؟ مش عارف صراحة. ف بس كده، اتمنى يكون الحتة دي هي الموضوع بتاعها بسيط جدا. انت مجرد ما تحط الهوست هيدر، الهوست التاني، فالدومين اللي انت هتكتبه هنا هيتحط في الموقع نفس اللي عملناه في الكاش بويزنينج. فهيبقى انت عندك الدومين بتاعك دوت كوم، وبعد كده في فايل تيست، وبعد كده مثلا جي اس دوت جي اس، في فايل جافا سكريبت بتعمل له انكلود من الدومين بتاعك. فانت هتروح على الدومين بتاعك وتعمل نفس الفولدر ونفس الفايل، وتحط جواه جافا سكريبت بيلود. اول ما اي حد هيفتح الموقع، الجافا سكريبت بيلود ده هيتنفذ عليه اكس اس اس بيلود، يعني هيتنفذ عليه البيلود ده بسبب ان هو عامل كاش. تمام، فهو انت بتكاش الدومين بتاعك مع الفايل، فبيعمل له انكلود من عندك انت على السيرفر. تمام، ودي الايشو يعني الموجوده. وكنا تقريبا قلنا نفس الفكره بالظبط في الكاش بويزنينج، بس هو ده كان ضايفها تاني هنا في هيد هوست هيدر انجكشن يعني. تمام. بس كده، اتمنى يكون الموضوع مفيد يعني ان شاء الله. سلام.